بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، استكمالا لشروحاتنا السابقة. اليوم بإذن الله تعالى سوف أضع لكم عناصر الإجابة للمواضيع الثلاثة التي تطرقت إلى وضع أسئلة عنها في الفيديو السابق. لمن لا يعلم أو ما هي هذه الأسئلة أو لم يطلع عليها، سوف أضع له رابط الفيديو السابق أسفل هذا المقطع. فلنبدأ بعناصر الإجابة النموذجية على بركة الله. هنا الموضوع الذي طرح في الفيديو السابق عن العنف في الوسط المدرسي. أولا في المقدمة نبرز فيها أهمية الموضوع، أهمية العنف في الوسط المدرسي. كل يذكر هذه الأهمية حسب فهمه. نتطرق إلى تعريف العنف على أنه ظاهرة سلوكية معروفة وملاحظة تحدث داخل المؤسسات التربوية بين مختلف الأطراف، وهي متعددة الأشكال. أشكاله جسدي أو بدني، ويحدث في قليل من الحالات بالضرب أو باستعمال الأيدي أو بأدوات أخرى. لفظي أو معنوي كالسب أو الشتم أو السخرية أو التهكم. أسباب خارجية عندما لا يلاقي التلميذ المراهق الرعاية الصحية والتكفل اللازم من طرف الأسرة. انعدام الرعاية النفسية من طرف مختصين. قلة المؤسسات الترفيهية والرياضية وعدم كفاءة المؤطرين. كذلك لدينا غياب تكفل المؤسسات الدينية بفئة الشباب. عدم تلبية الحاجيات المتعددة للشباب إلى آخره. بالنسبة للأسباب الداخلية يكون نوع التعامل من طرف الأساتذة والإدارة، خاصة الذين لم يتلقوا تكوينا في ميدان علم نفس الطفل والمراهق. كذلك وجود نظام داخلي لا يراعي خصوصيات كل تلميذ. كذلك لدينا انعدام جو علائقي إيجابي بين جميع الأطراف. انعدام الحوار. عدم وجود قنوات للتواصل في المؤسسات التربوية. كذلك نظام التقويم مبني على التحصيل والحشو بدل التفكير والإبداع. آليات الحد من هذه الظاهرة. لدينا فتح قنوات الحوار بين أطراف العملية التربوية بتفعيل خلايا الإصغاء. تحسين آليات الاتصال بين كل الأطراف. تنظيم منافسات علمية وثقافية ورياضية لامتصاص الطاقة الزائدة. تنظيم خرجات سياحية للأماكن الطبيعية والتاريخية والأثرية. القيام بعمليات التطوع المختلفة داخل المؤسسات التربوية. تنشيط الإذاعة المدرسية. والخاتمة نوضح فيها أن الحد من هذه الظاهرة هو دور المجتمع ككل بمختلف مؤسساته وأطيافه. كانت هذه هي عناصر الإجابة النموذجية الخاصة بالموضوع الأول، وهو علوم التربية. الآن نتطرق إلى الموضوع الثاني والخاص بعلم النفس. هنا تعريف نموذجي لمفهوم المراهقة. ماذا نقصد بالمراهقة؟ لغويا تعني الاقتراب. راهق الغلام أي قارب البلوغ، وراهق الشيء أي اقترب منه. اصطلاحا هي مرحلة من مراحل النمو التي تبدأ من بداية البلوغ أي النضج الجنسي حتى اكتمال نمو العظام، وتمتد زمنيا من 11 سنة إلى 21 سنة. وتتميز هذه المرحلة بتحولات بيولوجية، وهناك من العلماء من يعتبرها ظاهرة بيولوجية واجتماعية وثقافية. للمراهقة عدة مظاهر وخصائص النمو، أذكر أهمها مع الشرح. هذا السؤال الثاني. بالنسبة للإجابة، النمو الجسمي. تمتاز هذه المرحلة وهي مرحلة المراهقة بتغيرات جسمية سريعة، وخاصة السنوات الثلاث الأولى بسبب زيادة إفراز هرمون النمو. وأهم ظاهر النمو الجسمي الزيادة الواضحة في الطول والوزن والحاجة إلى مقدار أكبر من الطعام. وهذه التغيرات لها تأثير واستجابة متباينة بين استجابة الأنثى من الاعتزاز بأنوثتها وبين الحرج، فتشعر بالقلق والتعب خاصة أثناء فترة الدورة الشهرية رغم اعتزازها بذلك كأنثى. أما بالنسبة للذكر فإن
لشكل جسمه دور في توافقه النفسي وفي مفهومه لذاته. بالنسبة للنمو الجنسي، نضج الغدد الجنسية وتصبح قادرة على أداء وظيفتها في التناسل. بروز الفروق بين الجنسين: النمو الحركي، الميل إلى الكسل والخمول نتيجة التغيرات الجسمية السريعة والنمو. تتميز حركات المراهق بنقص في الاتساق ونقص في الدقة، وكثير ما تسقط من يديه أشياء ويصطدم بأشياء، وارتباك في الحركات تعود إلى أسباب فيزيولوجية أو نفسية. بالنسبة للنمو العقلي أو المعرفي: نمو التفكير المجرد والقدرة على التفكير الاستدلالي والافتراضي، فهم الكلمة بأكثر من معنى، أي فهم المعنى الظاهري والباطني، وفهم التعبير المجازي والصور البلاغية، والقدرة على فهم الرموز الرياضية. كذلك لدينا النمو الاجتماعي: بروز المواجهة التي يظهرها تجاه الكبار ونحو المجتمع، والميل إلى معارضته للكبار سواء الوالدين أو السلطة أو الثورة ضد المألوف ومن العادات والتقاليد والمعايير والقيم السائدة في المجتمع. كذلك لدينا الميل إلى جماعة الرفاق التي تصبح أكثر من تأثير الوالدين في بعض الأحيان. كذلك لدينا النمو الانفعالي، وهي الحساسية المفرطة لفكرة الآخرين عنه. توهم التفرد، أي أنه يشعر أن ما يعانيه أو ما يقع له لا يحدث لغيره، ويشعر أن لا أحد يفهمه. هذا بالنسبة للإجابة النموذجية الخاصة بعلم النفس. كذلك نكمل عدم الاستقرار الانفعالي: تقلب من يأس وقنوط إلى تفاؤل وأمل كبير، من ثقة مفرطة في النفس إلى فقدان الثقة كليا، ومن التدين إلى الشك، ومن المرح والانبساط إلى الاكتئاب والعزلة والانطواء. كذلك التصرفات والنشاطات المطلوبة من المربي لمساعدة المراهقين على تجاوز هذه المرحلة الحساسة بسلام: نجد تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية، تنظيم رحلات ترفيهية إلى أماكن تتوفر على الراحة والاستجمام، تنظيم رحلات لزيارة مؤسسات ثقافية، والإصغاء إلى مشاكلهم دون تقديم أحكام قيمة، منح مجال للتواصل مع المراهقين والإصغاء إلى مشاكلهم، احترامهم وعدم إهانتهم، استخدام الطرق البيداغوجية أي مراعاة الجانب النفسي للمراهق وعدم مواجهته في حالة الغضب، شكرهم وتشجيعهم إذا قاموا بعمل جيد وتثمين جهودهم ولو كانت بسيطة، تفادي تقديم النصح أمام زملائه، وإذا قام بفعل سيء لا نوبخه بل نوبخ العمل الذي قام به ونحثه على العمل الحسن. هنا انتهينا من علم النفس. الآن الموضوع الثالث: عناصر الإجابة الخاصة بعلم الاجتماع. المقدمة يذكر فيها أهمية عملية الاتصال داخل المؤسسات التربوية. التعريف: إنتاج أو توفير أو تجميع البيانات والمعلومات الضرورية لاستمرار العملية الإدارية ونقلها وتبادلها وإذاعتها، حيث يمكن للفرد أو للجماعة إحاطة الغير بأمور أو أخبار بمعلومات جديدة أو تأثير في سلوك الفرد والجماعات. كان هذا التعريف الخاص بعملية الاتصال. مكونات عملية الاتصال: نجد المرسل، الرسالة، القناة، المستقبل. أهداف الاتصال: بالنسبة للمرسل الإعلام، التعليم، الترفيه، الإقناع. بالنسبة للمتلقي فهم ما يحيط به من ظواهر، تعلم مهارات جديدة، الاستماع والاسترخاء، الحصول على معلومات جديدة، وهكذا. بالنسبة لأنواع الاتصال حسب الأسلوب لدينا كتابي وشفهي، حسب قناة الاتصال رسمي وغير رسمي، حسب طريقة الاتصال أفقي وعمودي، حسب اتجاه الاتصال اتجاه واحد أو اتجاهين. المهارات عملية الاتصال: مهارات التحدث، مهارات الاستماع، مهارات الكتابة، مهارة القراءة. كذلك مقومات نجاح عملية الاتصال لدينا الوضوح، الاستيعاب، الاستعداد الشخصي، القدرة على التنفيذ، القدرة على نقل الأفكار. بالنسبة للخاتمة يذكر فيها رأيه الشخصي في كيفية تطوير عملية الاتصال مع
التطور المتسارع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال. إلى هنا أكون قد انتهيت من ذكر جميع عناصر الإجابة الخاصة بالمواضيع الثلاث، ولمن لم يطلع بعد عليها أكرر، سوف أضع له الرابط أسفل هذا المقطع بالنسبة للأسئلة التي طرحتها في الموضوع الماضي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.